لو بدأت دلوقتي ألحق ما تعتمدش بقى على الامتحانات والكلام ده، وإن في أوبن بوك وكل الكلام ده. لأ، دي كده الحاجة اللي المفروض تكون بتعملها دلوقتي. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن الثانوية العامة وإزاي تبدأ السنة دي صح، وإيه هي الحاجات اللي تخلي بالك منها خلال السنة. فإن شاء الله فيديو هيكون مفيد ليك جدا. أول حاجة هنتكلم عنها هي الدراسة خلال السنة دي. طبعا ثانوية عامة، فأهم حاجة إن احنا ندرس بشكل كويس. وخلونا كده ناخد الموضوع كده نظرة كده عامة للموضوع. احنا عندنا سنة طويلة زيها زي باقي السنين، ولكن الفرق هنا في السنة دي إن أنت بتذاكر على مدار السنة منهج كامل وبتمتحن مرة واحدة بس. فأنت مطلوب إن أنت على مدار السنة تحصل المناهج دي بأحسن شكل ممكن وتتمكن منها بأحسن طريقة ممكنة. علشان كده مهم إن أنت تركز خلال السنة على إن أنت تحصل بأحسن شكل ممكن المناهج دي. فإزاي بقى تعمل الموضوع ده؟ هتبقى محتاج إن أنت تذاكر بشكل مستمر. يعني هتذاكر أول بأول الحاجات اللي أنت تاخدها في دروسك، تذاكرها أول بأول، ما تأجلش وما تسوفش. طيب ولنفترض إن أنت سوفت وأجلت، تعمل إيه؟ ابدأ فورا. هات كده الحاجات اللي فاتتك واكتبها وابدأ فيها بجانب الحاجات الجديدة اللي أنت بتاخدها. يعني ابدأ شوف الناس ماشيين فين، إيه الحاجات اللي وصلوا لها في المناهج دلوقتي مثلا، وابدأ معاهم. والحاجات اللي فاتتك اكتبها واعرفها، وابدأ بجانب إن أنت مستمر في الجديد. ابدأ لم الحاجات القديمة لحد ما تخلصها تماما وتبقى ماشي تمام مع الناس. واهم حاجه طبعا تركز عليها ان انت تفهم كويس الدروس بتاعتك، وكمان تحفظ، لان الحفظ مهم جدا، مش حاجه نستقل بيها. تمام، ما تعتمدش بقى على الامتحانات والكلام ده، ان في اوبن بوك وكل الكلام ده. لا، الحفظ هيسعفك جدا خلال الامتحانات، فركز على الموضوع ده خلال السنه. فدلوقتي احنا متفقين على ان انت هتركز على ان انت تفهم دروسك كويس جدا، وكمان تحفظ اهم الحاجات اللي موجوده في الدروس دي، وتطبق بقى على الحاجات اللي انت اتعلمتها بأحسن طريقة ممكنة، وهي الحل. تحل أسئلة كتير جدا من بداية السنة كده، هتلاقي الدنيا معاك سهلة وزي الفل. هتيجي بقى على الامتحانات مش هتبقى محتاج ان انت تضغط اصلا، لان انت كده كده من بداية السنة مظبط امورك والدنيا معاك تمام. دي كده طريقة المذاكرة اللي انت تقدر تستمر بيها خلال السنة. وطبعا زي ما قلت في فيديو قبل كده، ان انت تنظم وقتك بطريقة كويسة وتبعد عن الحاجات اللي بتضيع وقتك زي السوشيال ميديا وكل الكلام ده. وبرضه ان انت تلتزم بالرياضه. تقدر تشوف الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي لو حابب ان انت تتفرج عليه وتستفيد اكتر. ولكن انا ملاحظه ان الحاجات اللي بقولها في الفيديو ده، وهي ان انت ما تسمعش فيديوهات نصايح تاني، وان انت تبعد عن السوشيال ميديا وكل الكلام ده، الحاجات دي بتكون مناسبه اكتر لاخر السنه، مش مناسبه اكتر لبدايه السنه. انت ممكن في بدايه السنه عادي، ممكن من وقت للتاني تحس ان انت زهقت شويه، فايه تسمع فيديو نصايح بس. ما تخليش الموضوع ده اسلوب حياتك اللي انت ماشي بيه على مدار السنه، انت قاعد تسمع فيديوهات نصايح بس. لا، ركز على ان انت تذاكر. وطول ما انت عندك طريقه بتذاكر بيها وملتزم بيها، خلاص انت الحاله دي ما انتش محتاج ان انت تشوف مثلا فيديوهات تاني يقول لك طريقه مختلفه فتبدا ان انت تتشتت بيها وكل الكلام ده. وبرضه مش محتاج ان انت تقعد كده تجمع بقى في طرق وخلاص، وتقعد تتفرج على فيديوهات وخلاص وما تعملش حاجه. لا، المذاكره اهم حاجه، وان انت تخلص دروسك في بدايه السنه كده، وبعدها ان انت تعمل الحاجات اللي انت عايزها، سواء بقى تنزل تتمرن، او ان انت تنزل تروح اي مكان، تخرج، او تعمل اي حاجه عادي جدا. ولكن قبل الامتحانات وفي الجزء الاخير من السنه، ركز وقلل الوقت اللي بيضيع على الحاجات دي، وادي وقت كبير للمذاكره، لان هي هتكون اهم فتره. فالخلاصه ان انت ما تخلصش طاقتك من دلوقتي. ابدأ دلوقتي واحدة واحدة، استمر، خلص الحاجات اللي عليك أولا بأول، وبعد كده ابدأ ركز أكتر في آخر السنة وزود وقت المذاكرة. وما تقلقش، طالما أنت كده كده ماشي مع الناس ومستمر في المذاكرة من غير ما تضيع حاجة أو من غير ما تراكم حاجة عليك، هتيجي في آخر السنة وتلاقي الدنيا معاك سهلة وبسيطة. طيب لو أنت بقى عندك مشاكل من ناحية تضييع الوقت والتشتت وكل الكلام ده، هتلاقي الكلام ده كله في فيديوهات اتكلمنا عنها قبل كده. فتأكد انك عامل سبسكرايب في القناة وشوف الفيديوهات دي، لان هي هتفيدك جدا وهتساعدك ان انت تتخلص من ادمان السوشيال ميديا، وبرضه تكون مركز اكتر في حياتك. وكمان مهم ان انت في اول السنة، علشان تعرف بقى ان انت تستمر بشكل كويس وتلتزم بكل الحاجات اللي بنقول عليها في الفيديو ده وفي كل الفيديوهات، ان انت يكون عندك هدف. لان انت مش هتقدر ان انت تشتغل وانت ماشي كده ما انتش عارف انت رايح فين، ولا انت مش عارف مثلا انت عايز تجيب مجموع كام، ولا انت عايز تعمل ايه. وزي ما قلت في فيديو قبل كده، ان انت خلي هدفك هو اعلى مجموع ممكن وابدأ اشتغل عليه. فحدد هدفك من دلوقتي وابدأ التزم بكل الحاجات دي، وواحدة واحدة هتقدر بإذن الله ان انت تحقق هدفك
وتوصل لنتائج كويسة جدا. وافتكر دايما ان الاستمرارية هي الأهم. في مقولة بتقول قليل دائم خير من كثير منقطع. فانت ركز على ان انت تستمر بشكل يومي وما تنقطعش عن المذاكرة علشان ما فيش حاجة تتراكم عليك. ودايما في سؤال بيتكرر من ناس كتير في ثانوية عامة، سواء في بداية السنة أو في نص السنة أو حتى في آخر السنة، وهو سؤال لو بدأت دلوقتي هلحق؟ السؤال ده مهم جدا إن احنا نعرف إجابته. تعالوا كده واحدة واحدة نتكلم عن إجابة السؤال ده بالتفصيل. أنت دلوقتي في سنة دراسية، في السنة الدراسية دي كل المطلوب منك هو إن أنت تذاكر وتركز وتخلص الحاجات اللي وراك أول بأول. دي كده الحاجة اللي المفروض تكون بتعملها دلوقتي، ده دورك دلوقتي. فأنت دلوقتي المطلوب منك إن أنت تقوم وتلحق نفسك فورا، ما تقعدش تستنى أكتر من كده. كل ما تتأخر أكتر كل ما هيكون مش في صالحك أكتر. فالحل سواء كنت في بداية السنة أو في نص السنة أو في آخر السنة هي إنك تبدأ فورا. ابدأ بأبسط نظام للوقت، وابدأ شوف الحاجات اللي فاتتك ونظمها واكتبها وابدأ فيها فورا. ما تقعدش تستنى، ما تقعدش تسأل كتير وتقول أنا هلحق ولا لأ. إن شاء الله هتلحق طالما أنت بدأت إن أنت تعمل اللي عليك. هتلحق بإذن الله، حتى لو بادئ قبل الامتحانات بشهر واجتهدت وعملت اللي عليك فهتلحق برضه. ولكن ده مش معناه ان انت تستنى بقى وتقعد تتمرقع طول السنة لحد ما توصل لقبل الامتحانات بشهر علشان تبدأ تذاكر. لا، لازم تكون عارف كويس ان انت معاك فرصة من دلوقتي ان انت تبدأ وتخلص كل الحاجات اللي وراك وتكون مرتاح طول السنة ومش مضغوط، على عكس واحد تاني هيقعد يضيع وقته طول السنة ويجي في آخر شهر قبل الامتحانات يضغط نفسه ضغط جامد جدا جدا، وكمان هيكون مهدد ان هو ممكن ما يجيبش المجموع اللي هو عاوزه. فعلشان كده ايا كان الوقت اللي انت عايز تبدأ فيه ابدأ فورا، وما تقعدش تسأل كتير وتقول هلحق ولا لا. ان شاء الله هتلحق طالما بدأت واستدركت ان انت كنت غلطان وبدأت ان انت تبدأ صفحة جديدة وتتابع وتستمر على المذاكرة، وعرفت الحاجات اللي وراك اللي المفروض تخلصها وبدأت فيها وتخلصها. ده كده كان فيديو النهاردة اتكلمنا فيه بشكل سريع كده عن شوية حاجات تفرق معاك في بداية السنة وهتساعدك بشكل كبير جدا ان انت توصل لأحسن نتيجة ممكنة خلال الثانوية العامة. لو استفدت من الفيديو قول لنا في التعليقات هل استفدت ولا لا، ولو عندك هدف حابب ان انت تحققه خلال ثانوية عامة برضو شاركه معانا في التعليقات، واشوفك على خير الفيديو الجاي.